أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو القصير ردا على خائن للوطن الشرذمة راضي الليلي، بعدما كان يمجد لجلالة الملك نصره الله، والآن يخرج بتصريح جد قوي ومستفز في حق المرحوم الحسن الثاني وجلالة الملك حفظه الله محمد السادس، وللشعب المغربي كافة. سمعوا ما قال هذا الشرذمة خائن للوطن، ولنا حديث آخر. عهدي المقبور الحسن الثاني والمجرم محمد السادس. نعم، هذا ما قاله هذا الشرذمة الخائن للوطن بعدما كان يعيش في خيرات المغرب وتحول إلى وحش بشري في ثوب الخائن للوطن. هذا الخائن يعيش حاليا في فرنسا، ما كيعيش في المغرب ولا الجزائر ولا البخيرو، بل يعيش في فرنسا ويتكلم عن الوطن، عن جلالة الملك، عن الشعب المغربي. كل واحد كيقلب الجلبابة كيمشي يسترزق على ظهور شعوب وطنية ممجدة لوطنها. هذا الشرذمة يقول كلام خطير للغاية، يستحي على أي مواطن كان يعيش في هذا الوطن معززا مكرما ويقول مثل هذا الكلام في حق صاحب الجلالة حفظه الله ونصره ورعاه برعايته. وشعارنا دائما الله الوطن الملك، الشعار الخالد. أخليكم مع مقطع آخر من الصنديد الخائن محمد راضي الليلي. إذن حكمكم الذاتي بلوه واشربوا ماه. يا محمد السادس، حكمك الذاتي المزعوم بلو واشرب ماه، وتقاسمه مع البرويطة وتقاسمه مع عمر البنان، وإلا شاط عليكم شيء عطوه للشعب المغربي. لربما يشيط لكم شيء من الحكم الذاتي المزعوم، عطوه للشعب المغربي، فإنه يحتاجه أكثر من الشعب الصحراوي، لأن الشعب الصحراوي لا يحتاج حكمكم الذاتي، فأنتم لستم دولة حتى تمنحوا الحكم الذاتي. أنتم عصابة مارقة، مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق وبياعو الأوطان، تبيعون في البشر. هذا سمعتم ما قاله هذا الخائن في حق الملك وفي حق الشعب. نقول له أنت واهم، بل الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونعود إلى صلب الموضوع، هو الصنديد والمنافق والخائن راضي الليلي. راضي الليلي كان صحفي مغربي مقتدر في القناة الأولى سنين وسنين، وهو صحفي عامل بهذه القناة المغربية، القناة الرسمية للمملكة المغربية. ولما وقع له نقاش مع مدير القناة خرج ولم يعد، وسافر إلى فرنسا، ومن هناك إلى جبهة البوليخاريو، هذه الجبهة المرتزقة. الآن
وبكل افتخار نفتخر ونقول يحيى الصحراء المغربية، لأن بالأمس كان قرار من الأمم المتحدة بالتصويت على الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والآن يصوتون لصالح القرار المغربي. ونقول للشعب المغربي مبروك وألف مبروك، ولجلالة الملك محمد السادس مبروك على هذا الانتصار العظيم، وهو يوم الجمعة 31 من أكتوبر سنة 2025 من القرن 21. هذا اليوم سيخلد في التاريخ وسيكون يوم وطني كمثل يوم وطنية أخرى، وسيكون عيد وطني، سيكون من كل سنة 31 أكتوبر. هذا اليوم سيكون يوم وطني لجميع المغاربة، وسيحتفلون به كيوم عطلة للجميع، لأن هذا اليوم سيكون شاهد في التاريخ وفي المجلات، وسيدرس في المدارس العمومية والخصوصية. ونقول للرئيس عبد العزيز تبون، نقول لك عمي تبون، سنين وأنت تخوي في الماء في الرملة، والآن التصويت حصل، التصويت حصل، وأنت لم تصوت، لأن تعرف بأن هذا التصويت سيكون لصالح الصحراء المغربية. الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه. جلالة الملك حفظه الله في خطابه وجه إليك دعوة، ومد لك يده للتعاون بين الشعوب العربية والإسلامية وشعب مجاور. ونحن كشعب مغربي نقول للشعب الجزائري أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا كنتم مسالمين. تحياتي لكم، تحية وتقدير للجميع. نطلب منكم تخلونا الرأي ديالكم في التعاليق، واللي ما اشتركش ديرنا اشتراك وديرنا اعجاب الفيديو والبارطاج. تحية لكم، تبارك الله عليكم، شكرا لكم. وفي آخر هذا الفيديو نقدم التحية لمجموعة البرتقال، مجموعة الدشاديش، ونقول لكم شكرا لكم بزاف. تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، ونتمنى رسالتي توصل، ونتمنى الرسالة ديالي الأخيرة هي مجموعة البرتقال. الله يجازيكم بخير. فاش نكون داير اللايف ويكون راكم اللي على بالكم انسحبوا بلا ما تدخلوا. الله يجازيكم بخير. راه كنخرج عن السيطرة بلا ما تدخلوا عندي اللايف. ونتمنى هاد الليله يكون راني غندير لايف ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم. قطع الله يدير الخير.